بسم الله. خلينا نعمل النهارده مع بعض بطريقه موفره جدا جدا، بس ب 2 كيلو حليب هنعمل البرطمان اللي انتم شايفينه قدامكم ده. عبوه كويسه جدا، متهيألي هتيجي مش اقل من 200 جنيه دلوقتي. يلا بينا نجرب نعملها مع بعض ب 2 كيلو حليب بس في البيت. اتفضلوا معايا. 2 كيلو لبن، كيلو منهم رايب والكيلو التاني سليم على النار. هغليه دلوقتي، ولو الاثنين رايبين ما عندكيش مشكله، هيطلع الوصفه ممتازه جدا. الحليب على النار، مجرد ما بقى غلي هنزل عليه بعصير ليمونتين كبار متصفين من البذر. قلب الكلام ده كويس، هلاقي الحليب على طول بدأ يخلع معايا، يعني بدأ يروب زي ما انتم شايفين على جناب الحله كده، بدأ يروب. هضيف عليه كيلو الحليب التاني اللي عندي اللي هو اصلا رايب، وسيبيه لما يفصل زي ما انت شايفه للدرجه ديت، يوصل للدرجه ديت من الفصلان. تاخديه تصفيه كويس جدا من الشرشه، لسه فضل في خلاط او كبه، وهضيف معلقتين زبده، ضفت معلقه طعم جبنه شيدر بتجيبيه من العطار، معلقه ملح صغيره، كمان 3 معالق زيت كبار. ضرب الخليط بتاعي كويس جدا، لو لقيته تقيل هزوده من الشرشه اللي عندي، بس شويه شويه عشان الخليط ما يفكش مني قوي. المرحله دي هضيف قطعتين جبنه مثلثات، اضرب الخليط كويس جدا لغايه ما يوصل للدرجه الكريميه المطلوبه. لاحلى سندوتش لاولادك ولنفسك، وادعي لي. ويتمنى اذا عجبكم الفيديو تشرفوني بوجودكم.